احنا طول عمرنا نسمع يعني الملكي، انا عمري ما سمعت الهلال الملكي بصراحه، يعني انا اسمع انه الزعيم. ايش اللي طلعها في راسك وسويت لنا القضيه هذه؟ اقول لك احلفك بالله انت مقتنع بالكلام ذا؟ ها حلفك بالله ترى، ولا نروح الموضوع ثاني احسن؟ لا انه حتى اكتسب الاهلي قلعه الكؤوس، او حتى صنع مجسم اصلا الاهلي لنفسه 10 كؤوس، لما خلد 10 كؤوس مجسم امام النادي لهذه الكؤوس العشر الملكيه اللي كانت موجوده. تداول في المدرجات الملكي على النادي الاهلي، ولم يطلق حتى في اذا كان نسب للهلال او يرى الهلاليون انه هو، انا طبعا اختير اسم معين وهذا كلام صحيح، لكن يختزل الاهلي هذا اللقب في استلام 12 كاس او تحقيق بمعنى اصح 12 كاس ملكي لحاكم البلاد، واستلامها ايضا اذا كان شيء يدعم هذا الموقف استلامها من جميع ملوك المملكه العربيه السعوديه تقريبا. الفريق الان يبغى اسيا، عندك الملك الهلاوي يبغى اسيا، عندك العالمي يبغى اسيا، عندك الزعيم الهلالي يبغى اسيا، عندك العميد يبغى. المرحلة التعليمية كانت تسرق وقت الأمير من أوقات نجوميته مع الملكي، حيث بدأت مع المراحل الجامعية ولادة حكاية الانتماء. وعاش الفريق عصرا صنف وقتها بالذهبي، بطولة الدوري العام وكأس الملك 4 مرات، ويحقق فيها إنجاز الأسبقية كأول ناد يحقق الدوري والكأس في موسم واحد. ثورة 77 و 78 والنادي الأهلي فريق محترف. لم يكتف الأمير خالد بن عبد الله بتلك الأولويات، حين كان الملكي هو أول ناد خليجي وعربي يستضيف منتخب البرازيل في لقاء ودي امتلأ بالنجوم. لقب هذا الصرح العملاق بلقب عظيم ألا وهو النادي الملكي لأسباب عدة، أبرزها امتلاكه للرقم القياسي في كأس الملك، بالإضافة إلى أنه النادي الوحيد الذي تسلم الكأس الغالية من جميع الملوك الذين تعاقبوا على المملكة، فضلا عن رمز الملكية في راية الأهلي السيفين والنخلة المتواجد في علم النادي، أضف إلى لونه المطابق للون المنتخب الأول. كل هذه المسببات تؤكد أحقية هذا النادي لهذا اللقب. لها في الدنيا مقعدين، لها في الدنيا مقعدين، لها في الدور في هذا الدور ربع نهائي عبر فريقين. الاول هو تشيلدان جياني باو اللي قاعدين نشوفه الان، وتأهل من المجموعة الخامسة، وهناك ايضا تشانغ دونغ تأهل باعتباره بطل المجموعة السادسة. كرة جزاوي يحاول بروعة في الشباك، هدف اول في اللقاء بروعة. عبد الرحيم الجزاوي ينطلق ويصوب بيسراه كرة قوية جدا تصطدم بالقائم الأيمن وتتحول باتجاه الشباك لتفرح الجماهير الخضراء، لتفرح جماهير النادي الملكي جماهير الأهلي بهدف أول في هذا الديربي، ديربي جدة الذي يجمع فريق الاتحاد مع فريق الأهلي. بأن يعود إلى أيام زمان وما كان يقدمه. برونو ينطلق، برونو يلعب كرة لفيكتور، يلا يا فيكتور، يا سلام، الله يا الملكي، الله يا الأهلي، الأهلي يعود. برافو للملكي، برافو لقلعة الكؤوس، برافو ينهي الأمور. العماني يسجل الثالث للأهلي، والملكي يضرب بالثلاثة، الملكي يضرب بالثلاثة. أيها الراغبون لا تعليق، أيها المبدعون لا تغليق، أيها الملكيون. يقول لك اسمهم أهلي، والألف أهدافه جنون، والهاء هيبة ملوك. لفريق واحدة من اللوحات الفنية الجميلة التي يحرص دائما عشاق الفريق الملكي أن يبدأون دائما كل مبارياتهم بهذا النشيد. تماما صعوبة اللعب على أرضية ميدان نادي سمهان أصفهان، لكن ثقتنا كبيرة في الملكي بهذه المباراة. جماهير الأهلي، الجماهير الملكية بهدف ملكي من مسعد. الأهلي عراقة هو التاريخ الملكي الراقي قلعة الكؤوس. أمس النادي الأهلي افتتح قاعة أطلق عليها اسم القاعة قاعة الملكي. نتابع.